شمس العاشي قد غربت واستعبرت. السلام عليكم البنات، نتمنىكم تكونوا بخير ولا خير في صحه جيده ان شاء الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد معايا. اليوم غنشارك معكم الغريبه ديال اللي كتجيب السميده والكوك. نتمنىكم يلقى الفيديو استحسان ديالكم، واللي كيشوف الفيديو ديالي ما ينسانيش باللايك ديالو والدعم ديالو، واللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما ينساش يفعل لي زر الجرس باش يوصل له كل جديد. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفوا خوتي، هنايا عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده العاديه، هنايا عندي الكوك اللي كان عندي شويه غليظ وطحنته، خصو يكون رقيق باش ما يشربش معكم بزاف. كما كتشوفوا هنايا عندي سكر كلاصي غنستعملو للتفنيد الكوك الغريبه ديالي. وهنا عندي السميده اللي خصها تكون رقيقه، الخاصه بالحلويات، المهم اللي كنديروا بها الحرشه. كما كتشوفوا معايا خصها تكون رقيقه ما تكونش غليظه. وعندي هنايا مبشور الحامض سيترون، وهنايا عندي قبصه ملح، وعندي 3 ديال البيضات بحراره المطبخ. خليكم معايا خوتي، نبدا في خلط المقادير ديالي ديال غريبه الكوك ديالي. كما كتشوفوا خوتي، هنايا غنبدا في خلط المكونات ديالي. جبت القصيعه ديالي باش نخلط المكونات. بالنسبه للبيضات خصهم يكونوا بحراره المطبخ. وغادي نزيد الكاس ديال الزيت، وغنزيد سكر سنيده كاس، ونخلط. وغادي نزيد قبصه ملح والسيترون المحكوك، والفاني. الفاني اختياري، الا كان عندك السيترون تعملو، يمكن لك الا عندك الفاني تعملو. السيترون كيجي الصراحه غزال في غريبه. غادي نحرك بسم الله، نبدا نخلط المقادير ديالي مزيان. تيذوب لي السكر ضروري، تندمجو مزيان. المهم اخوتي خليكم معايا. من بعد ما نخلط مزيان هاد العناصر ديالي تيذوب لي السكر، ونرجع. هانتوما اخوتي كما كتشوفوا دمجت العناصر مزيان. كما كتشوفوا مبقاش كيبان السكر، هدم معايا السكر مزيان. ودابا غادي نديرو الكوك. كنذكر بان الكوك ما خصوش يكون غليظ، راح كيشرب ديك الغليظ، كيكون نوعيه كيشرب بزاف الزيت. خصو يكون، انا كان عندي شويه غليظ ولكن زيد طحنته ورجعته رقيق. هانتوما خوتي كما كتشوفوا، من بعد ما خلطت الكوك غنبدا نضيف شويه بشويه السميده على حسب السميده واش كتشرب ولا هذه السميده باقي ما عرفتش. المهم الا زدت اكثر من هاد الزلافه غنقول لكم ما كملتليش. هانتوما تشوفوا كما كتشوفوا على حسب نوعيه السميده.
دابا غادي ندير في خماره ديال 8 غرام. ضروري خصها تدلك باش تجي معلكه. خليكم معايا خوتي، غنستمر في الدلك ديالها ونرجع معكم باش تشوفوا كيفاش غتجي القوام ديال العجين ديالي. كما كتشوفوا خوتي هذا هو القوام ديال العجين ديالي. من كتعملو من كتبغي تكورها كتكور معاك بحال هكا، وانا غندير على هذا الشكل، على هذا القد هذا عن قماشه. كان عندي هنايا واحد بيض بيضه، ولكن يستحسن الا كان المزهر. انا ما عنديش متواجد المزهر، كان درت بيض بيضه كنطربو وكنعمل شويه، كنغطسه هنا في شويه ديال البيض وكنغطسه في السكر كلاصي. ضروري خصها تغطس مزيان باش يجمع، حيت السكر هو اللي كيخليها تشقق معانا. والطاوه ديالي ديال الفرن ضروري نلبسها بشي ورق، اما ورق الزبده. انا عملت لها الومنيوم حيت الحلوى ديالنا من فيها السكر كتلتصق، ضروري خصها الورق. غنقماش على هذا كتشوفوا غطس في كتشوفوا غنبقى ماشي على هذا القياس. ندير لها السكر كلاصي، ضروري السكر، وغنبقى ماشي على هذا القياس. نكمل الكميه اللي عندي ونشوفوا ديك الساعه نرجع معكم. هانتوما خوتي، من بعد ما كورت الحلوى ديالي الغريبه ديالي بهذا الشكل هذا وفي النتا، غندخلها للفران. وبالنسبه للفران اخوتي خصو يكون سخون حتى كيسخن معكم مزيان باش ما تدخلوهاش وهو بارد وما تشققش معكم. من كيكون الفران سخون كتشقق وكتجي الغريبه مشقه. من كتدخلوها ديك الساعه كتنقصوا الفران. دابا من الاحسن من كيكون يلاه تحطوها في الفران يكون الفران سخون، ما يكونش بارد اولا دافي. ودابا ندخلها الفران، وان شاء الله من بعد تشوفوا الغريبه ديالي من تخرج من الفران كيفاش غتكون. هانتوما خوتي كما كتشوفوا كما من خرجت الغريبه ديالي من الفران اللي كتجي على هذا الشكل هذا. ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتلقى الاستحسان ديالكم. واللي كيشوف الفيديو ديالي اول مره ما ينسانيش باللايك والدعم ديالكم اخوتي، محتاجه له. وربي يخليكم. شكرا، ملتقانا في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. شمس